تعالوا كده ناخد examples ثانية. عندنا حاجة اسمها ال confirmation message أو ال success message، مع إن في فرق بينهم، بس ال confirmation دي هي المسج اللي بتكونفيرم على اليوزر إن الحاجة اللي هو عملها اتأكدت. فمثلا ده من application وفرها، بيقول لك ايه الكونفirmation بتاعته؟ تأكيد استلام الطلب، لقد أتممت عملية الشراء بنجاح، شكرا لك، رقم الطلب كذا، استخدم كوبوناتك. فدي كلها على بعضها الكونفirmation مسج، اليو اكس رايتر مسؤول عن كتابتها. طيب، عارفين الكوكيز اللي بتظهر لنا في اي حته ندخل فيها؟ في ابلكيشنز في ويب سايتس كتير قوي بتكتب الكوكيز دي بطريقه تكنيكال وتخليك طب مش هاكسبت بقى الكوكيز دي، مش فاهم اصلا دول ايه. بس في ابلكيشنز تانية بتبقى اصلا التون والفويس بتاعتها فريندلي زي دول كده. انا مش فاكره كنت واخداها من انهي ويب سايت. بتكون معقده، بس في ناس بقى لو التون اصلا بتاعتها فريندلي حتى الكوكيز دي بتكتبها بطريقه حلوه قوي. اكزامبل تاني عن اللوكيشن اكتيفيشن. لو انت مثلا فاتح بريدفاست او طلبات او وفره او وات ايفر، بيطلب منك انك تفعل اللوكيشن بتاعك. فهنا مثلا عاوز تشوف العروض القريبه منك، علشان تشوف اقرب العروض الموجوده حواليك هنحتاج منك تفعيل اذن الوصول لموقعك الحالي. شوف العروض القريبه منك. مسج زي دي هتلاقوا ان هي مكتوبه باللغه العربيه بالعاميه المصريه. هي ليه مكتوبه بالعاميه المصريه؟ ليه مش باللغه العربيه الفصحى؟ ليه مش باللهجه السعوديه؟ اللوكال دي لوكاليزيشن، صح؟ ماشي، لوكالايزد بالظبط. بالظبط. ففي حاجه كمان احنا كيو اكس رايترز مسؤولين عنها، ودي قريبه قوي بقى زي ما كانت ساره بتقول ألسن ولغات الترجمه والناس اللي بتشتغل في الترانزليشن، اصلا هي لوكاليزيشن، التوطين. ان في انت كيو اكس رايتر بتحدد في الكونتنت سيستم بتاعك البرودكت ده هيتكلم ازاي، بانهي تون وانهي فويس وفي انهي كونتكست، وهيتكلم لغة عربية فصحى ولا لهجة بيضاء ولا عامية مصرية ولا لهجة سعودية ولا ايه. انت اللي بتحدد. بالظبط، حسب الكالتشر برضه. فانت كيو اكس رايتر بتحدد ده. طيب، عارفين بقى 404؟ انا عايزه حد يقول لي، لغه عربيه بسيطه، عايزه حد يقول لي يعني ايه 404 اللي احنا بنشوفه في كل حته.